دي نظارة ريبان الذكية، ريبان سموك جلاسز تبع ميتا، وسعرها $500. كنت متحمس جدا اجربها الفترة الأخيرة واخيرا اشتريتها، وعايز اعرف هل ممكن تفيدك في حياتك اليومية ولا لا. في الفيديو ده هنعمل انبوكسنج واحكي لكم عن مميزات وعيوب النظارة، فخليكم معانا لاخر الفيديو عشان تشوفوا التجربة الكاملة. وهي دي النضاره الريبان سمارت جلاسز. انا اشتريت الموديل اللي اسمه ويفرر، المقاس الكبير، المقاس اللارج. اول حاجه معانا هو الباور سويتش. هنا عندنا زرار للتصوير، وهنا من الجنب فيه تاتش باد ممكن تعلي او توطي الصوت، وهنشوف برضه الامكانيات اللي موجوده. الميكروفون بتاع الكاميرا، وهنا الكونتاكت بتاع الشارجنج، يعني من هنا الكاميرا بتشحن خلال الجراب. وفي الركن ده عندنا النوتيفيكيشن LED. وتحت دراع النضاره عندنا سبيكر في كل ناحيه. لو هنقارن حجم نضاره جاستن بالميتا سمارت جلاس، هنلاقي ان السمارت جلاس اتقل شويه، اتخن شويه في الدراع، طبعا عشان فيه سنسورز وفيه كاميرات وفيه بطاريه، فكل ده بيضيف وزن زياده للنضاره. زي ما انتم شايفين عندنا كاميرا على الناحيه الشمال، وكمان عندنا لايت سنسور، وكمان لمبه بتبين للناس لو انت بتصور ولا لا. فهنشوف في الفيديو ده هل ممكن الواحد يغطي اللايت سنسور ده ويصور في الخباثه ولا لا. خلينا نشوف. طيب مبدئيا كده يا كاميرا مان، العدسه مش غامقه زي نضاره الشمس العاديه. حاليا ده اول انطباع للنضاره او الكاميرا دي. انا مش مشغل الفويس اسيستنت، فكل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان انا ادوس على الزرار اللي في الجنب ده واخد صوره. والله اعلم الصوره دي شكلها طلع عامل ازاي. انت بتلبس النضاره دي انت مش شايف اي حاجه، انت مجرد اللي عليك ان انت بتسمع كل الفانكشنز بتاعت النضاره، وده الهدف من النضاره دي، ان انت بتستخدمها بالفويس اسيستنت بتاع ميتا. فخلينا ادوس تاني على الزرار واشوف كده اللي يحصل. طيب ده صوت تاني اشتغل، واللي قدرت افهمه ان ده كده بصور فيديو. انا كده بصور فيديو، فماشيين اهو. طبعا يا جماعه الكاميرا مان خد استراحه، فاحنا هنكمل بقى الجوله مع بعض ونحكي اكتر عن النضاره ونشوف المميزات. بجد يا جماعه انا منبهر جدا بالنضاره الريبان. لازم الواحد يجربها بنفسه عشان يحس باليوزر اكسبيرينس بتاعت النضاره، من الساوند افكتس للجستشرز. ممكن واحد كمان يكلم الفويس اسيستنت، فلا بجد شيء خيالي. واحد كمان ممكن يستخدم النضاره دي كنضاره نظر، يعني ممكن الواحد وهو بيشتريها اونلاين يختار درجه النظر بتاعته. لكن بصراحه بالعدسه اللي هي الشفافه دي ما بتبقاش شفافه، يعني 0%، فيها شويه غمقان. نفس الحكايه لما بتبقى غامقه مش بتبقى غامقه زي نضاره الشمس العاديه. العيب التاني في العدسه ترانسبيرنت ان هي مش سريعه، يعني بطيئه جدا لما بتيجي تنقل من الغامق للفاتح. يعني لو انت مثلا بتسوق في جو شمس ودخلت جوه نفق، تضطر تقلع النضاره لان بتبقى بطيئه جدا في الترانزيشن ما بين الغامق والفاتح، ونفس الحكايه ما بين الفاتح والغامق. طبعا الميزه لو انت هتشتريها كنضاره نظر ان هي يعتبر زي سمارت فون معاك على طول، يعني ممكن تصور اي لحظه في اي وقت انت شايفها. كمان ممكن تسمع موسيقى، ممكن تستقبل مكالمات، تتفرج على ريلز تيك توك من غير ما تزعج الناس اللي حواليك، من غير ما تركب سماعه. فلا شيء جميل جدا. الحاجه الوحيده هو بس صوت الميكروفون مش افضل حاجه، يعني في المكالمات مثلا لو في رياح وكده الصوت مش هيبقى واصل بوضوح. طيب بالنسبه لحجم النضاره فهي كبيره شويه على وشي، يعني هي مش مناسبه كنضاره نظر على حجم وشي. دي المقاس اللارج بتاع الويفيرر، فممكن موديل تاني يمشي على شكلي افضل من كده. كنضاره شمس كويسه، لكن لما بتقلب ترانسبيرنت شكلها بيبقى مش قد كده بصراحه. بالنسبه لصوت السماعات فهو مش وحش، لكن مش افضل حاجه، يعني لحد 50% الواحد ممكن يسمع كويس، وفي صوت ستيريو كمان، وشبيه جدا لسماعات الايربودز بتاعت ابل. لكن لما تعلي فوق ال 50% الصوت بيبقى وحش جدا. نضاره ريبان مش مجرد نضاره تصور بيها حياتك اليوميه او تستقبل مكالمات او تسمع موسيقى، لكن في نفس الوقت جزء كبير من النضاره دي بيعتمد على ميتا، خاصه ميتا AI، الذكاء الاصطناعي تبع ميتا. فهي الفكره في المستقبل ان يتوفر في بلاد اكتر من كده. حاليا مش موجود في البلد اللي انا عايش فيها، لكن موجود في امريكا. من خلال الذكاء الاصطناعي بتاع ميتا تقدر تستفيد منه بمعلومات، تقدر تساله حاجات كتيره في حياتك اليوميه. لكن حاليا اللي موجود هو ميتا فويس اسيستنت، فاقدر اساله كوماندز زي مثلا
فتخيلوا لو شات جي بي تي عملوا كولاب مع ميتا هيبقى شيء جامد جدا. يعني تخيلوا الذكاء الاصطناعي يبقى معاك طول اليوم من غير ما تطلع الموبايل. فده الجيل الاول من نظاره ريبان، انا بجد منبهر جدا. متخيل مثلا في المستقبل يبقى فيه حاجه زي كده اهو بامكانيات ابل فيجن. يعني لو ابل فيجن نزلت للحجم ده هيبقى شيء خرافي. وهل تساوي ال $500؟ يعني هي غاليه شويه، يعني لو مثلا 200 ل $300 هيبقى مناسبه اكتر، لان برضو في شويه امبروفمنتس محتاجين يعملوها. يعني الكاميرا مش افضل حاجه بالليل، الترانزيشن لينس بتغمق وبتفتح ببطء، جوده الميكروفون برضو مش افضل حاجه، السماعه ممكن تتحسن، لكن كجيل اول هي بجد حلوه جدا. السؤال هنا، هل ممكن الواحد يغطي اللايت سنسور ويبدا يصور؟ يعني ممكن يحط مثلا حته لزقه ويبدا يصور الناس في الخباثه. ممكن انت بتبدا تصور الاول فيديو وبعد كده بتعمل كفر السنسور، لكن لو عملت كفر السنسور ودوست ريكورد هيقول لك ان الكاميرا كفرد. ففي الاخر يعني ما انصحش ان حد يصور في الخباثه او كده، هو لان يعني ايه لازمتها؟ وكده كده الناس هتشوف ان انت لابس نظاره ضخمه زياده عن اللازم، وفي كمان دايرتين احتمال يكونوا كاميرا. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ولو عندكم اي اسئله عن النظاره اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو تاني، سلام.